وصراحة هاد الحرشة بعدك راهي رائعة، روعة روعة ما شاء الله، وصحية ومفيدة للكبير وللصغير. السلام عليكم، اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هنا بديت معكم في هذا الفيديو غنحضر واحد الحرشه للكوتي ولا الفطور ساهله. بديت معكم واحد الطاسه ديال التيشه ماشي مملوءه، غير نص ديالها، كندوز الطاسه الثانيه ديال السميده، وكنضيف عليها شويه الخميره ديال الحلويات، واحد الباكيه الخميره ديال الحلوى، واحد القبيصه ديال الملحه، ومعلقه ديال السكر، وشي 2 معالق ولا 3 كيف شفتوا معايا ديال الزيت، وكنبلبل داكشي كلشي مع بعضو. من بعد كنضيف هاد التيشه ولا بلبوله. المهم انا كنقول لها التيشه، ما عرفتش بعض المرات ما كنعرفش بعض الاسماء، سمحوا لي. المهم التيشه كنخلط على ديك السميده، وعرفتوا علاش ما زديتش الماء بزاف، لان ديك التيشه اللي هي فازكه هي اللي روات لي ديك السميده، ما احتاجتش الماء بزاف، يعني غير كندهن يدي دابا وصافي. كنخلط ديك الخليط على هاد الطريقه كيف كتشوفوا معايا، وكنجمعو. من بعد واحد المقله اللي هي دهنتها بالزبده ورشيتها بالسميده، وغادي نمشي هذا الخليط ديالي حتى كنساويها في المقيله ديالي كامله، وكنضيفها غير على البوطه على النار تكون مهيله. نتوما كتشوفوا لا داعي للفران، الا ما كانش الفران هاد الحرشه غير فوق البوطه، وكتجي صراحه سهله مهله. انا 2 طرق اللي وجدت معكم غير فوق البوطه، كنتمنى لكم تجربوها. وصراحة هاد الحرشة بعدك راهي رائعة، روعة روعة ما شاء الله، وصحية ومفيدة للكبير وللصغير. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، كنتمنى يكون خفيف ظريف وما نكونش كنطول بحال العاده. المهم كنتمنى لكم فرجه ممتعه. هنايا خديت واحد الكويس ديال اتاي، ولا عمرت براد ديال اتاي، وغادي ناكل هذا الحرشه ديالي بصحه والهنا، وان شاء الله شاهدكم في الجنه. ونتلاقاو في الفيديو القادم بحول الله. كنتمنى اللي اول مره كيصادف بالقناه ديالي يتغزل الاشتراك وفعل الجرس ويوصلكم كل جديد بحول الله. والسلام عليكم.